السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا كوتش مصر؟ بص هتجيبها كده هي عايزه النهائي يبقى الاهلي والزمالك يا عم. اصل ما ينفعش يبقى في سوبر بيتلعب في الامارات ويبقى في الاهلي والزمالك واحد فيهم يلعب ثالث ورابع او الاثنين يلعبوا ثالث ورابع ويبقى النهائي ما فيهوش اهلي وزمالك. ما ينفع. تاريخيا حتى من يوم ما السوبر بدا كان لازم النهائي يبقى فيه طرف يا اما الاهلي يا اما الزمالك، فما ينفعش البطوله دي ما يبقاش فيها الاهلي والزمالك. فالنهارده عندنا حلقه جديده هنتكلم فيها عن نهائي السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك، وهنتكلم عن النادي الاهلي، واخيرا ياس تيرو باذن الله يحط بصمته ويلاقي التوليفه ويلاقي التكتيك المناسب للنادي الاهلي. والناحيه الثانيه نادي الزمالك كابتن احمد عبد الرؤوف بعد المباراه الدفاعيه الممتازه اللي عملها قدام بيراميدز اللي قدر يعزل فيها الشيبي وفيستو مايلي اقوى اثنين هجوميين بالنسبه لنادي بيراميدز، هيعمل ايه قدام الاهلي وهيعمل ايه في الغيابات الجديده اللي ضافت فريق زي عداء الدباغ زي محمود بن تايج، وممكن كمان يضيف ليهم احمد شريف ومحمود حمدي الونش. وفي الاخر ان شاء الله نتوقع بطل السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك. فعشان ما اطولش عليك في المقدمات، من غير المقدمات كده نخش في الحلقه السابقه. نبدا عامه بالله وشيب سكر شوف عشان تسجل ان شاء الله، ويلا بينا نشوف مين هيبقى بطل السوبر المصري. لو جينا نتكلم عن مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، فكان اهم حدث فيها ان اخيرا ياس تيرو حط البصمه بتاعته ولقى التشكيل المناسب للنادي الاهلي. شفنا الخطه اللي بتتقلب في الماتش، يعني الكوره مع النادي الاهلي بتبقى 4 2 3 1 عادي، بس اول ما الاهلي بيفقد الكوره والنادي الاهلي يبقى بيضغط بتتحول ل 4 2 4. احمد السيد زيزو وجراديشار بيضغطوا على قلوب الدفاع، تريزيجيه وبن شرقي على الباكات، ويخش مروان عطيه ويخش ديانج على 2 نص الملعب. فانت كده بتبقى خالق كل مفاتيح لعب سيراميكا كليوباترا، وده اللي شفناه في الماتش. اي كوره بالنسبه لسيراميكا كليوباترا في المباراه ما كانش بيعرف يخرج بالكوره من تحت، كانت الكوره بتروح لبسام اللي بيشيل الطويل على طول اللي كان مميز فيها ياسر ابراهيم، بيرجع على طول لاستحواذ النادي الاهلي 3 ثواني بس. اما اللامركزيه اللي هو كان عاملها اللي ما بين جراديشار واشرف بن شرقي وزيزو، احنا على الورق كنا شايفين بن شرقي يمين، زيزو تحت راس الحربه وجراديشار فيرود، بس اللي كان بيحصل في الماتش عكس كده. كنا بنشوف جراديشار بيروح يمين ويخش بن شرقي فيرود، زيزو تحت الفيرود. كنا بنشوف زيزو بيخش فيرود، جراديشار بينزل تحت راس الحربه وبن شرقي يمين، والسويتشات اللي كانت بتحصل ما بينهم، وده اللي بسببه جه الهدف الاول للنادي الاهلي بعد ما حصل السويتش وراحت الكوره على الوينج اليمين لزيزو المنطلق فيه اللي عمل الاوفر اللي قابلها وهي جايه محمود حسن تريزيجيه وسجل الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي. فياس تيرو كان عامل نص ساعه في ماتش سيراميكا كليوباترا ولا اروع. ومش بس كده، احنا شفنا نص الملعب كمان كان بيلي الكوره لقدام، شفنا مروان عطيه اخيرا بيشوط كوره على الجون، الكوره راحت سهله بس اخيرا بقى بيشوط. شفنا نفس مروان عطيه اللي نقل الكوره من على منطقه الجزاء بالعرض ولا احلى لاشرف بن شرقي اللي لعبها لجراديشار اللي حطها في الجون في كره الجون الثاني. بس كل الكلام ده حلو، العيوب الدفاعيه هي زي ما هي، ما حصلش فيها اي حاجه. شفنا الجون اللي بيخش في النادي الاهلي 5 6 7 مرات في الموسم، شفنا الكوره اللي احمد بالحاج استلمها في نص الملعب عمل السرومه بين الاثنين قلوب الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي اللي انا كلمتك فيه الحلقه اللي فاتت، قلت لك اي سروم من قلبهم هما الاثنين بيروح انفراد، وفعلا ده اللي حصل. مروان اوتاكا قطع من النص راح عمل يتشبه من فوق الشناوي، كان يبقى هدف التعادل بالنسبه لسيراميكا كليوباترا. بس فيما عدا ذلك النادي الاهلي كان مقدم مباراه شبه متكامله زي ما اتكلمنا، هجوميا ونص ملعب، حتى الباكات كويسه جدا النهارده، بس هي الثغره الوحيده بالنسبه للنادي الاهلي. فخط دفاع النادي الاهلي بالاخص الثلاثه ياسين مرعي ومحمد الشناوي وياسر ابراهيم هم الثغره في تشكيله النادي الاهلي بالنسبه لياس تيرو. هل هيقدر يطور منهم ولا لا وانت داخل على مباراه قويه جدا قدام نادي الزمالك؟ ده اللي هنشوفه وده اللي هنتكلم فيه. اما على الناحيه الثانيه بقى نادي الزمالك كابتن احمد عبد الرؤوف عمل بصمه سريعه برده لنادي الزمالك، وشفناه من التشكيله نزل بقى المباراه لما لعب بتشكيله مختلفه جدا، لعب بباك شمال زي احمد فتوح قدام محمود بن تايج، وقرر انه يلعب بعداء الدباغ وينج يمين وعمرو ناصر كسترايكر، وقرر انه يقعد عبد الله سعيد على الدكه جنبه ويلعب بنص الملعب فيه احمد ربيع ومحمد شحاته، وقرر انه يلعب بمحمود حمدي الونش كمدافع ويقعد حسام عبد المجيد، وده اللي اجنى ثماره في المباراه. محمود حمدي الونش عزل فيستو مايلي خالص على الماتش، كل الكور العاليه بيطلع ياخدها من فوق، وكل الكور على الارض كان بيلعب معاها مان تو مان مش مهنيه على اي كوره، وده اللي خلى فيستو مايلي يطلع من المباراه بزيرو تسديدات على المرمى، مفيش الا كوره واحده كانت سهله ما اتحسبتش اصلا اون تارجت قدر محمد عواد ان هو يمسكها. اما الجبهه الثانيه جبهه فتوح وبن تايج، فهو قرر ان هو يرمي بن تايج في ظهر محمد الشيبي عشان يقلل من خطوره محمد الشيبي. لما تلعب بباك قوي وباك سريع وباك مهاري زي محمود بن تايج في ظهر محمد الشيبي، هتخلي محمد الشيبي كل زياده بيطلعها عامل حسابها 1000 مره، وده فعلا اللي خلى محمد الشيبي ما كانش ليه اي ظهور خالص في المباراه وبالاخص في الشوط الاول. واحمد فتوح كان مقدم مباراه دفاعيه على اكمل وجه، ما شفناش احمد فتوح عدى خط نص الملعب، بس كنا شايفينه في خط الدفاع كان بيموت نفسه، منهم اخطر كورتين كان ظاهر فيهم جدا، كورتين كانوا في الدقيقه 68 لما شال واحده من محمد الشيبي وقام وقف تاني وشال واحده كمان من زلاكا. فاحمد فتوح كان على قد الثقه اللي اداها له كابتن احمد عبد الرؤوف، وقدر يقدم مباراه قويه جدا على باك زي محمد الشيبي، وزي ما اتكلمنا محمود حمدي الونش عمل مباراه على واحد زي فيستو مايلي. والناحيه الثانيه جبهه عداء الدباغ وعمر جابر كانوا قافلين كل مفتاح اللعب بالنسبه لكريم حافظ ومحمد حمدي، بس لما الدباغ اتصاب ونزل مكان احمد شريف الجبهه دي فتحت شويه، وشفنا بيراميدز بدا يعمل منها خطوره بالاخص في الشوط الثاني. كره زلاكا اللي قدر يشيلها محمود حمدي الونش، وكمان كره احمد عاطف قطه اللي قدر قدام محمد عواد. فيما عدا ذلك بيراميدز ما جاش المباراه خالص. وطبعا ما ننساش الراجل اللي بقى له 15 ماتش مرمي على الدكه ما بيخشش قائمه الماتشات، ولما بيخش بيقعد على الدكه فجاه لقى نفسه في نص نهائي السوبر قدام فريق زي بيراميدز ولبس قفاز
الايقاع ده وقدر ياخد نادي الزمالك ويتاهل بيه لنهائي كاس السوبر قدام النادي الاهلي هو حارس المرمى محمد عواد. محمد عواد اللي طول المباراه ما راحتش عليها كور خطيره الا هي كوره واحده، كوره احمد عاطف قطه اللي عمل على رده فعل ولا احلى، بس في ضربات الجزاء كورتين راح معاهم وقدر يتصدى للثالثه من مصطفى زيكو ويخش سيف الدين الجزيري ويسجل الضربه الخامسه ويخلي نادي الزمالك يطير لنهائي سوبر المصري. فتحيه وتسقيف لكابتن احمد عبد الرؤوف على المباراه اللي قدمها قدام نادي بيراميدز بالامكانيات اللي معاه. مش مطلوب منك انك تنزل تفتح ملعبك وتهاجم بيراميدز وانت ما عندكش الامكانيات دي دلوقتي، وانت مصمم عندك اهم لاعب في الفرقه زي اخوان بزيره وانت خط هجومك مش احسن حاجه. ده كان انسب طريقه تلعب بقى نادي بيراميدز، وده اللي كابتن احمد عبد الرؤوف عمله وقدر يكسب بيه بيراميدز. بس يا خساره مش كل حاجه بتمشي مثاليه، انت خارج من الماتش ده عندك 4 اصابات. عدي الدباغ في واحده في الشوط الاول نزل مكانه احمد شريف اللي خرج بعد كده مصاب، بعد كده خرج محمود بنتاج مصاب، ومحمود حمدي الونش في اخر الماتش جاله واحده في الضمه كان بيمشي بيزق. فانت عندك 4 اصابات مهمه، ممكن 2 منهم يلحقوا ممكن بنتاج والونش يلحق، بس عدي الدباغ واحمد شريف ينساهم خالص. فانت داخل مباراه زي مباراه النادي الاهلي وانت غايب من عندك يعتبر 3 من القوام الاساسي بتاع عودك، المهاجم بتاعك الاساسي، الوينج اليمين بتاعك الاساسي، وكمان الباك او الوينج باك بتاعك الاساسي. فيا كابتن احمد عبد الرؤوف تعمل ايه قدام النادي الاهلي؟ شفت العيوب والمميزات اللي احنا اتكلمنا فيها بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو خط هجومه جامد جدا ونص ملعبه جامد جدا بس الدفاع بتاعه في شلاحات. اعكس الكلام ده بالنسبه لنادي الزمالك. نادي الزمالك اللي خط دفاعه وحارس مرماه جامد جدا، نص ملعبه ولا احلى. محمد شحاته عامل مباراه عالميه، واحد من نجوم الماتش. احمد ربيع قوي جدا بدنيا وفي الالتحامات. ناصر ماهر كل كره بيستلمها بيكلفت اللي جاي من وراه. اما بقى بالنسبه لخط الهجوم فهو في الشلاحات، شيكو بنزا، عدي الدباغ، عمرو ناصر، اي حد في خط الهجوم فهو ما جاش. فهل في 3 ايام يقدر يستيرو بيعدل المنظومه الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي والناحيه الثانيه كابتن احمد عبد الرؤوف يعدل المنظومه الهجوميه بالنسبه لنادي الزمالك؟ هنقعد ونتفرج. طيب ازاي الزمالك يكسب الاهلي والاهلي يكسب الزمالك؟ او بمعنى اصح ايه هي العيوب اللي الاهلي لو لعب عليها يكسب الزمالك والعيوب اللي الزمالك لو لعب عليها يكسب الاهلي؟ احنا عارفين نقطه ضعف النادي الاهلي في خط دفاعه وفي الاثنين قلوب الدفاع ياسين مرعي وياسر ابراهيم. اي كره من وسطهم بتروح على مرمى النادي الاهلي بخطوره وبتسجل منها اهداف. وبالنسبه لنادي الزمالك هي دي نقطه قوته لان هو عنده نص ملعبه بيعرف يلعب الحته دي كويس جدا، اذا كان ناصر ماهر المميز فيها جامد جدا وكمان عبد الله السعيد ومحمد شحاته. بس مشكله نادي الزمالك ان هو ما عندوش الفيرود اللي يخلص. فهل سيف الدين الجزيري لو لعب في المكان ده ممكن نشوفه بيسجل في النادي الاهلي؟ وارد جدا. ناصر ماهر يستلم كره يلعبها من وسط الاثنين قلوب الدفاع يروح سيف الدين الجزيري ويحط جول. اما بالنسبه للنادي الاهلي فهي نقطه ضعف نادي الزمالك الجبهه اليمين اللي بيلعب فيها عمر جابر، اللي النادي الاهلي بيلعب فيها بتريزيجيه وبيلعب بيها باحمد نبيل كوكا وبيضم عليهم كمان احمد سيد زيزو. فالنادي الاهلي لو عمل كثافه على الجبهه دي يقدر يسجل منها جوان عادي جدا، او من العرضيات العكسيه اللي هي بتتلعب من الباك اليمين للباك الشمال او من الباك الشمال للباك اليمين زي ما شفنا في ماتش القمه اللي فات. النادي الاهلي جاب الجولين بتاعته بالكور العكسيه، الكور اللي لعب الجامعه عند الباك الشمال وفجاه اتنقل عند حسين الشحات اللي دخل وعمل 1 2 ما بين محمد شريف وجاب الجول الاول، او بنفس الكره تاني اللي اتلعبت عند حسين الشحات من كره طويله قدر ياخد بقى ضربه الجزاء ويسجل الجون الثاني بالنسبه للنادي الاهلي. فهي دي ابرز العيوب اللي ممكن الفريقين لو لعبوا عليها يقدروا يكسبوا كاس السوبر. وختاما بقى الكلام بتاعي ده تعال نخش في فقره التوقعات ونتوقع مين هو بطل كاس السوبر المصري. بص يا باشا احنا عندنا حكايتين. عندك النادي الاهلي كان اول بطوله لمارسيل كولر كانت بطوله السوبر، اول بطوله لموسيماني تقريبا كانت بطوله السوبر، اول بطوله لفايرا كانت بطوله السوبر. وعلى الناحيه الثانيه عندنا حكايه كابتن احمد عبد الرؤوف، الراجل اللي فجاه كابتن حازم امام قال لك انا مش عايز اكمل انا ماليش مكان ومشي. في نفس الوقت كانت بلديه المحله بتكيل كابتن احمد عبد الرؤوف اللي جه وانضم للجهاز الفني لنادي الزمالك عشان بعد ماتش واحد يمشي فيريرا والراجل يلاقي نفسه مدير فني لنادي الزمالك ويكسب ماتشين، واحد قدام بيراميدز واحد قدام طلائع الجيش ويلعب النهائي. فهذه قصه منهم تكسب البطوله قصه كابتن احمد عبد الرؤوف ولا يكمل يستيرو بمسيره المديرين الفنيين اللي قبليهم وتبقى اول بطوله ليه مع المارد الاحمر هي بطوله السوبر. انا توقعي كواحد زملكاوي توقع فوز الزمالك ببطوله السوبر. تقول لي ازاي؟ ما اعرفش، ده توقعي مش اكتر. وانت كمان قول لي في الكومنتات رايك وقول لي مين المرشح اللي هيفوز بالسوبر المصري، وقول لي كمان هل احمد سيد زيزو هيمشي على نفس خطى امام عاشور واشرف بن شرقي ويسجل في الزمالك في اول مباراه ليه، ولا يبقى هو اول لاعب ما يعملهاش، ولا ايه اللي هيحصل في المباراه؟ مستني رايك في التعليقات. قول لي رايك وانا كده خلصت كل اللي عندي. لو عجبتك الحلقه لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان تسجل اول. السلام عليكم.